السلام عليكم. هنعمل النهارده براونيز جوز الهند كيتو دايت لو كارب مرضى السكري، برضو تقدروا تعتمدوا عليه في رمضان، من الوصفات السهله جدا والسريعه، تعتبر اقتصاديه. هنعمل منه كمان حاله طبقات بارد منعش للناس اللي بتحب حاجه بارده كده بعد الفطار. عندي 3 بيضات في حراره الغرفه، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، عليهم معلقتين ونص كبار من سكر الزيتون. ده السكر اللي انا استخدمته، تقدروا تستخدموا اي نوع سكر بديل، والكميه بتاعته حسب الحاله بتاعه. عندي 3 ارباع كوب من حليب جوز الهند، او من حليب على كريمه، او من حليب على قشطه، يعني استخدموا اللي انتوا عايزينه. عندي كمان 3 معالق كبيره من الزبده المذابه اللي في حراره الغرفه، لكن انا استخدمت زيت جوز الهند، ف3 معالق كبيره من زيت جوز الهند. تمام، بقلب المكونات كويس قوي حتى تمام ذوبان السكر. بعد كده بقى هنضيف نص كوب من دقيق جوز الهند. تمام، عندي كمان ربع كوب من الكاكاو الخام، وبقلب برضو المكونات دي كده تقليبه سريعه. طبعا البراونيز يا جماعه مش بنحط له بيكنج باودر، عشان انتوا بتسالوني دايما. لا طبعا اكيد البراونيز ما بنحطلوش بيكنج باودر. ده بقيت كميه الحليب جوز الهند او الكريمه بتاعتكم، فحطيتها على مراحل، بس انا قلت المقدار اللي هو 3 ارباع كوب زي ما احنا قلنا. قلبنا المكونات، ضفت له كده كمشتين من الجوز اللي هو عين الجمل، كمشتين كده كسرتهم بايدي، يفضل ان هم يكونوا محمصين كده نص تحميصه. عندي بعد كده القالب بتاعي، اي قالب دهنته بزيت جوز الهند. تمام، وبعدين هبدأ انزل البراونيز، عجينة البراونيز بتاعتنا. الافضل طبعا عايزه اقول لكم ان عجينه البراونيز او البراونيز زي انتوا كده هنا برضو بجوز ما بياخدش كتير في الفرن، يعني تقريبا مثلا 20 دقيقه 25 دقيقه بالكتير جدا، لانه مش عايزينه يبقى ناشف قوي، فهو الافضل على 180 درجه سلسيه، بيتحط في منتصف الفرن، وقلنا بياخد حوالي من 20 ل 25 دقيقه. جه في بالي بقى زينه بزبدة الجوز. زبدة الجوز دي عبارة عن برضو كمشة من الجوز المحمص، عليها معلقة صغيرة من القرفة، معلقة كبيرة من أو معلقة صغيرة من السكر اللي انتوا بتستخدموه حسب الرغبة، وببدأ أطحنها كده في مطحنة القهوة أو التوابل. أول ما تطحن تبقى بودرة، بنزل عليها معلقتين 3 من زيت جوز الهند أو من الزبدة المذابة، فحسب بقى القوام اللي أنا عايزاه. كل ما أكون عايزة القوام سائل أكتر أزود زيت أو زبدة مذابة أكتر. تمام، دي كده معايا زبدة الجوز بنكهة القرفة، بتبقى حلوة جدا جدا ولايقة عليها. خلاص، عايزين نعمله بالكاكاو الخام، ممكن ناخد مقدار من الزهد زي ما انتوا هتشوفوا كده، مقدار من الزبدة دي، واحطه على معلقة من زيت جوز الهند ومعلقة من الكاكاو الخام، اسيحهم وبعدين اضيف عليه الزبدة حسب، واحصل بقى على المقدار اللي انا عايزاه زي ما انتوا هتشوفوا كده. معلقة من الكاكاو الخام، معلقة من زيت جوز الهند. تمام، بقلب المكونات، وممكن تزودوا زيت برضو حسب القوام اللي انتوا عايزينه. بدخلهم كده في الميكروويف او بدوبهم شوية لحد ما يكون القوام سائل، وبعدين بضيف الزبدة، زبدة الجوز او زبدة عين الجمل حسب الرغبة. بقى صوص بالشوكولاتة وصوص عادي، صوص بالشوكولاتة وصوص عادي بالقرفة. تمام، ممكن بقى تزينوا بيه البراونيز زي ما تحبوا خالص. البراونيز بتاعتي طلعت تمام، هسيبها تهدى شوية وبعدين ازينها بالصوص بتاعي ده. انا عندي كده ميكسين ما بين الصوص العادي وصوص الشوكولاته، فبرضو براحتكم. تمام، ده صوص الجوز كده، فهياخد البراونيز بيحب الجوز وبيليق عليه، فبيبقى واخد كده الصوصات معاه برضو. تمام، ده كده البراونيز. انا عايزه اقول لكم طبعا تقدروا ده لحد كده وصفه. الوصفه الجايه ان شاء الله هتبقى على حاله طبقات بالبراونيز، فلو انتوا هنعمل منه حاله طبقات سهل جدا وسريع. هنكمل يعتبر الوصفة دي، بس ما حبيتش اطول الفيديو عشان مبقاش كتير عليكم وتتلخبطوا. احنا كده ده البراونيز بصوص الشوكولاتة كده جاهز. هنعمل حالة طبقات البراونيز سهل جدا وسريع، لكن حالة بارد بعد الفطور، تقدروا تستهلكوه بعد الفطور. وصفاتنا كيتو دايت لو كارب مرضى السكري سهلة ولذيذة سريعة جدا جدا، يعني هتساعدكم في اتباع نظام غذائي سهل قوي. وده كده يا جماعة حالة طبقات، واشوفكم على خير في وصفة جديدة قادمة ان شاء الله.